أما الآن مع رسالة تقى كلمة يقدمها الدكتور محمد المحروس، فليتفضل محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في مثل هذه المناسبة أجدني أذكر قول الله تعالى مخاطبا روح تقى، وكما كانت هي تردد قبل استشهادها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. في بداية حديثي كلمة توثيقية للتاريخ وعلى لسان الشهيدة تقى. أنا تقى بنت ال5 سنوات تم التصويب علي برصاص من مجموعة إرهابية، فأصابوني في مقتل. استشهدت على الفور. صعدت روحي إلى بارئها بهدوء وسكينة، لم أزعج من هم حولي. تركت جسدي معهم في هيئة النائم من أجل أن يسعفوا أمي. حدث هذا في العام 35 و400 وألف للهجرة، فليوثق التاريخ هذه الجريمة. وحينما نتحدث عن الشهيدة تقى فنحن لا نتحدث عنها بصفتها الانتمائية لدائرة معينة تتألف ممن عاش معها بشكل مباشر، ولكننا نتحدث عنها ونحن نخاطب هنا من يسمعنا عبر الأثير، وكما أرادت تقى أن تكون رسالتها. نتحدث عنها بصفتها عنوان لطفولة قد اغتيلت، من معسكر أموي هو امتداد لذلك المعسكر الذي حارب سيد الشهداء وقتل أطفاله وسبى نساءه ونكل بكل من ناصره وضيق على كل من آمن بخطه وعليه. فنحن نعزي صاحب العصر والزمان، اللهم عجل فرجه الشريف وسهل مخرجه، واجعلنا من أنصاره، ذاكرين لله في مصائبنا، مستذكرين قوله سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن أية قراءة لدوافع وخلفيات استهداف القضية الحسينية يحيلنا حتما للصراع التاريخي الدامي بين الخير والشر، بين الإصلاح والفساد، بين أهل الحق وأهل الباطل. أهل الباطل هؤلاء هم أناس منافقون يظهرون ما لا يبطنون. فالمتوكل كان قد وضع الرماة في شعاب نخيل كربلاء من أجل أن يقتل كل من يزور الإمام الحسين عليه السلام، وحاول منع زيارته بشتى الطرق. لم يكن آخرها طبعا سعيه الحثيث لأن يمحو أثر قبره الشريف عندما عمل على فتح مجرى نهر الفرات ليطمره السيل. إلا أن إرادة الله كانت فوق إرادة طغاة البشر الفانين، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. أما نحن وأنا هنا أنقل لكم ما قاله لي أخي وعزيزي أبو فراس والد الشهيدة تقى.
عندما تحدثت معه على الهاتف قبل أسابيع حينما أردت أن أطمئن وأعزي أختي أم فراس، وإذا به يعزيني ويقول لي: هي ابنتكم. وعليه نقول لأنفسنا: نحن آباؤها. ما علمنا أن نقوله في مثل هذه المناسبة رسولنا الأعظم محمد، قائدنا إلى دنيا ناجحة وأخرى فالحة. لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، فاصبروا واحتسبوا. ونذكر هنا ما قاله أيضا سيد الشهداء عليه السلام عندما رفع طفله المذبوح بكلتي يديه والنسوة يشاهدن ذلك المنظر، وأم الذبيح مذ رأت طفلها يضرب من حر الظما رجله 7 أشواط له كابدت وهي ترى مما به مثله. والإمام الحسين عليه السلام وهنا بيت القصيد كان يرمي بدمه إلى السماء وهو يقول: فلقد هون ما بي أنه بعينك يا أرحم الراحمين، وإن كان هذا لا يكفي فخذ منا حتى ترضى. وما شعارنا نحن لبيك يا حسين إلا تأكيدا على وقوفنا مع معسكر الحق أيا كان موقعه. فتكبير وتهليل أمهاتنا في آذاننا مذ كنا في المهد صغارا، من فك صداه عن الانقطاع ولو لبرهة واحدة. كلنا فداء لك يا إمامي يا حسين، ونحتسب ما يجري علينا من أداء في سبيل الله كما احتسبنا تقى وبقية المؤمنين الذين استشهدوا وهم في ضيافتك يا إمامي يا حسين في سبيل الله. إن الشهادة في مفهوم التاريخ نصر لا يفهمه هؤلاء الظلاميون، وأن هؤلاء الشهداء بحق عظماء. كيف لا؟ ولقد شرفهم الله سبحانه وتعالى بهذا الوسام. لقد كانوا تجربة وبعد أن رحلوا أضحوا قيمة. فالكبير والعظيم تجربة في حياته، قيمة بعد مماته. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وأما الجواب على هؤلاء الظلاميين، هؤلاء الذين حولوا الدين إلى مرتع لإبادة البشر، هؤلاء الذين أصبحوا أدواتا في مؤامرة قد انقشعت براقعها، فقد سجل على صفحات التاريخ وبلسان عقيلة الطالبيين عليها السلام حينما قالت: فكد كيدك واسعى سعيك وناصب جهدك
فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا ولا ترحض عنك عارها، وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد يوم ينادي المنادي. ألا لعنة الله على الظالمين. نسأل المولى عز وجل أن يجعلنا والأمة المؤمنة من العاملين في شريعة محمد وآل محمد، ومن الفاعلين في تفعيل خط الإمام الحسين عليه السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.